السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، طبق ديال الطنجان خفيف للعشاء ولا للغدا. نتمنى انكم تتبعوا معي من الاول حتى الاخر. قبل ما ندوز للطريقه والمقادير، لاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع جديد. ويلا نبداو الطريقه والمقادير على بركه الله. اول حاجه كان عندي هنايا الدنجال. بالنسبه للدنجال اللي يكون كحل، ما يكونش اللون ديالو هكذا غادي الموف، لان ملي كيكون غادي الموف كيكون من الداخل المر. فديما الدنجال نعجلوه كحل كحل ويكون من الداخل رطب. صافي هنا كنقطع الراس كيف ما كتشوفوا، وكنقطع لتحت، وكنحاول انني نقطعه هكذا طولي. المهم راه كلشي باين في الفيديو، كلشي واضح في الفيديو. شفتوا التقطاع ما كيكونش غليظ وما يكونش رقيق. هنا من بعد ما كملت كلشي كندير فيهم شويه ديال الملح باش هكا كيطلقوا لي هذاك الماء، في نفس الوقت كيهبطوا لي، وكنخليهم واحد ساعتين د المكانه حتى كيترخفوا لي اولا كيطلقوا لي الماء. كيف ما كتشوفوا الماء اللي كيطلق يعني بحال المروريه ديال هذاك الدنجال. هنا كناخذ واحد اللاطه كنضيف فيها البابي وورق الزبده، وكنستف فيها هذاك الدنجال ديالي. غادي ندير فيه غندهنو بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير عليه شويه ديال الملح باش هكذا كيشرب لي داك الملح وكيجينا بنين، وشويه ديال البزار اولا الزعتر اللي عندكم متوفر. بغيتو تضيفوا فيه حتى شويه ديال الزعتر تقدروا تضيفوا. بالنسبه للفرن فغادي نشعلوا لدرجه الحراره 160 درجه الحراره 160. صافي، ومن بعد ما نحس بانه طاب ليا ديك الساعه غادي نعمره. الا بغيتو تقليو تقدروا تقليو، انا كنبغي نديرو هكذا صحي 100%. من بعد ما تشكيتو بالفرشيطه هنا كندهنو بزيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما غنكملوا غندخلوا الفرن، وغادي نمشي للحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الدنجال. وبالنسبه للحشوه هنا عندي الكفته، يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتو. عندي واحد البصله اللي مشل دقيقه، عندي هنايا الفلفله، تقدروا تستعملوا اي نوع من الفلفله متوفر عندكم. عندي زيت الزيتون، وعندي القزبر ومعدنوس اللي غادي نضيفهم. وبالنسبه للعطريه عندي التحميره البابريكا، عندي راس معلقه ديال البزار الملحه، وشويه ديال القزبر حبوب، وراس معلقه ديال الثومه. كلشي غنخليهم لكم في صندوق الوصف. صافي، وعندي جوج سنفات ديال الثومه محكوكين. صافي، اول حاجه غناخذ واحد المقيله وغادي نضيف فيها هذاك الزيت، وغنزيد نضيف فيها هذاك الفلفله وهذاك البصله. نتمنى تجربوا هاد الطريقه، راه كتجي غزاله. هنا من بعد ما ضفت هذاك البصله والفلفله كيف ما كتشوفوا، زدت ضفت هذاك الثومه. صافي، وغادي نبدا نخلط مزيان. هنا من بعد ما هبطت ليا واحد شويه زدت ضفت هذاك الكفته. بالنسبه للكفته انا راه درتها بلا عطريه، من غير هذيك العطريه اللي سبق وريتكم. وصافي هي هذه اللي ضفت. غادي نحاول نخلط مزيان حتى يندمج ليا هذيك العطريه مع هذوك التوابل اللي درت. هنايا زدت ضفت القزبر ومعدنوس كيف ما كتشوفوا، وخلطت مزيان. هنا نسيت ما حطيتش لكم في التقديم صوص ديال المطيشه. درت هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال صوص المطيشه. تقدروا تحكوا واحد مطيشه ديروها الا ما كانش عندكم صوص ديال المطيشه. هنا من بعد ما طاب ليا هذاك الدنجال كيف ما كتشوفوا راه كيطيب ليا احسن من انني نقليه، بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه زوينه وما كيبغيوش يقليوها. صافي، هنا غادي نضيف كيف ما كتشوفوا الدنجال، واحد الشريحه ديال الدنجال، وغادي ناخذ هذوك الحشوه غنعمر بها، وغنزيد نضيف الفرomاج. راه كلشي واضح في الفيديو. كندير شريحه من هذاك الدنجال الحشوه والفرomاج، وكنعاود نزيد نضيف شريحه اخرى ديال الدنجال، وكنزيد نضيف الحشوه، وكندير الفرomاج. يمكن لكم ديروا جوج طبقات ديال الدنجال اولا ثلاثه، انا كنضيف ثلاثه. صافي، غنبقى حتى نكمل كلشي بنفس الكميه، وكندخلهم للفران غير كيتحمر ليا هذاك الفرomاج. اما راه كلشي طيب، الدنجال وكذلك هذوك الحشوه. صافي، من بعد كنقدمهم باش ما بغينا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البلا اولا الدنجال. رافقته مع الروز ورافقته مع الشاركوتري، كيجي غزال بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم شي حاجه خفيفه للغداء او للعشاء. هذه راه فكره زوينه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. لاول مره يشوف القناه ما ينساش ضغط على اشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ما تنسونيش من التعليق ديالكم، كيهموني كيحفزوني كيخليوني نحط لكم الجديد، والله ما كنتخلص عليهم، مجرد تحفيز ليكم ليا. وها نتوما تشوفوا الشكل ديالو اولا القوام ديالو، راه كيتقطع بواحد السهوله والبنه. نتوما اللي غتحكموا من بعد ما تجربوا. والسلام عليكم.